أخطر وأقوى بوديجارد في مصر، ونجوم الفن والمشاهير ورجال الأعمال بيسلموا حياتهم ليه، لما يدخل مكان الخطر بيخرج منه. ده كلامنا عن مصطفى مجانس اللي شهرته مجانس مصر. الرصاص مش بيأثر فيه وبياخد أجربة دولار، بياكل نص خروف وبيشرب 6 لتر بيبسي علشان يهضم. عمل إيه مع عمرو دياب وتامر حسني؟ تعالوا نشوف قصته إيه. في عالم الأضواء والشهرة والنجومية دايما في ناس بتقف في الظل وكل شغلانتها تحمي وتراقب وتدخل في اللحظة الصح من غير ما حد يحس. ومن هنا بيجي اسم مصطفى مجانس اللي شهرته أخطر بوديجارد في مصر، واللي ربنا مديله قوة بدنية وعضلية استثنائية. مصطفى مجانس أو مجانس مصر مش مجرد حارس شخصي واقف جنب شخصية مشهورة وخلاص، ده اسمه اتبنى على سنين من الخبرة والانضباط والقوة والذكاء. والراجل معروف بهيبته وحضوره التقيل وطريقته اللي بتقول إن اللي وراه في أمان تام، ومعروف عنه إنه الحارس الشخصي الأول والأمين لنجوم مصر المشاهير والفنانين ورجال الأعمال. ودايما بنشوفه بيأمن أكبر الحفلات، وكمان بيروح يأمن ناس جاية من بره وياخدهم من المطار لحد باب الفندق. ودايما مجانس بيبقى الحارس الأول اللي بيأمن حفلات النجم الكبير عمرو دياب، واللي طبعا بيحضرها جمهور كبير جدا. ونفس الكلام بنلاقيه في حفلات تامر حسني وأحمد سعد ومحمد رمضان، وبيأمن حفلاتهم على أعلى مستوى هو ورجالته اللي بيثق فيهم. وكان تامر حسني ليه موقف صعب بعد ما الجمهور اتلم عليه وما كانش عارف يتصرف، ونده على مصطفى مجانس اللي خلص الموقف وبعد الجمهور عنه في أقل من دقيقة، وعلشان تصرفاته دي أشهر النجوم بيثقوا فيه. وأخطر موقف اتعرض ليه مصطفى مجانس لما أخد رصاصتين وكان بيأمن حد وفضل واقف على رجله وما وقعش لحد ما فضى خزنتين آلي وجري كل اللي قدامه وبيضربوا عليه. وعلشان شهرته وقوته هنلاقي إنه مصطفى مجانس بياخد أجره بالدولار، وبعد الحفلات الكبيرة بياخد رجالته اللي بيشتغلوا معاه ويطلع على أفخم المطاعم ويعزمهم على العشاء، وبياكل لوحده نص خروف وبيشرب 6 لتر بيبسي علشان يهضم الأكل. وكان نفسه يبقى ضابط حراسات خاصة وعنده عربيتين. ولو جينا اتكلمنا عن حياة مصطفى مجانس الشخصية هنلاقيه متجوز ومدخل ولاده مدارس دولية وقاعد في شقة مساحتها 500 متر في التجمع الخامس، وعنده عربيتين، واحدة رانج روفر والتانية جيب، ونفسه ان ولاده يبقوا دكاترة ومهندسين. وكمان مجانس مقدم لولاده في أغلى نادي في مصر وبيروح معاهم يوم الجمعة يقعد ساعتين بعد الصلاة، وبعد كده بيشوف وراه ايه وهو باعد أسرته وولاده عن الظهور. ولو اتكلمنا عن الجانب الإنساني في حياته فده عامل له يوم مخصوص في الأسبوع بياخدوا أجازة من شغله علشان يلبي طلبات واحتياجات الناس اللي بتقصده، يحل مواضيع ومشاكل وأزمات، وعنده استعداد يسافر علشان يخدم حد أو يحل مشكلته. ودايما مصطفى مجانس بيقول إن ربنا مديله قوة علشان يساعد بيها الناس ويقف معاهم، مش علشان يفتري على حد، ولكن اللي بيجي عليه كأنه دخل في مقطورة ماشية بسرعة على طريق سريع وكف واحد منه بيقضي على أي حد. وكمان اتعمل له مهرجان غنائي ليه باسم مجانس مصر، وبيشتغل أول ما يخش مصطفى أي فرح أو حفلة علشان يحتفلوا بوجوده.